ازيكم عاملين ايه؟ معاكم توته من مطبخ حلو حادق. النهارده عملت الكوارع بطريقه سهله وبسيطه، وبجد الطعم ولا اروع، والريحه خطيره 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 بجد. والشوربه بتاعتها تستاهل مليون من عشرة، مش هقولكوا 10 من 10 بس. عملت بقى جنبها شويه سلطه كده، وبجد تحفه. الاكله ديت تاكلوها في المصمت بجد بشيء وشويات، لكن في البيت تعمليها بتمن وسعر بسيط بسيط جدا. يلا بينا نشوف معانا ايه في الفيديو. دلوقتي بعد ما نضفت الكوارع بطريقه سهله وبسيطه، بجد مفيش احسن من كده. بصوا الجمال وبصوا الحلاوه والطعمه. عملتيها ازاي يا توته ونضفتيها ازاي بالمنظر ده وخليتيها توصل بالمنظر ده؟ عملتها بطريقه سهله وبسيطه. جبت معلقتين دقيق، عملت محلول نقع الاول. كل اللي متابعني عارف اللي انا بعمل للحوم محلول نقع تحفه قوي. عباره عن ايه محلول النقع؟ عباره عن معلقتين دقيق ومعلقتين سكر ومعلقتين ملح وليمونتين او 3، بتعصريهم على الحاجه من فوق. وبعد ما تعصريهم بتسيبيها بالقشر بتاعها، يعني بتسيبي القشر اللي هو الليمونه اللي بيبقى باقي منها بتسيبيه جوه الايه محلول النقع. تحطي كوبايتين 3 ميه وتسيبيها بقى مع نفسها مثلا ساعة نص ساعة. بعد كده تجيبي السكينة كده وتنضفي كويس قوي، مش هيبقى فيه اي شعرة ولا فيه اي حاجة فيه. دلوقتي بقى هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. معانا حلة على النار فيها سمنة. دلوقتي معانا حلة فيها سمنة، معانا بصل كده بالشكل ده مقطعاه 4/4. معايا بصلتين كبار. ننزل بقى بالكوارع واحدة واحدة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اللهم صل على النبي. دلوقتي بعد ما حطيتها كلها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، هنزل بقى بكل التوابل اللي عندي. دلوقتي حطيت حبايين ورق لورا مطحونين، والدتي بتحطها لكم اهو. وننزل بالفلفل الاسود. حط بقى مرقه دجاج، مرقه لحمه، اللي متاح عندكم حطوه، اللي ما بتحبوش مش لازم تحطوه، مش كل الناس بتحبه. دلوقتي بقى ننزل بالكزبره الناشفه ورشه برضو، يعني حبه بساط كده. وهننزل بتوم بودره وبصل بودره، وكده هنسيبها زي ما هي كده تتشوح بس شويه صغيرين. وبعد كده هنغطيها ونزودها ميه. وانا معاكم برضه. واهم حاجه ما تنسوهاش زي ما انا نسيتها من شويه، نسيت اللي انا احط معلقه السكر اللي بتخليها تستوي بسرعه، وحطيت ملح حوالي برضه نص معلقه بسيطه. دلوقتي هننزل بقى بالميه من الكتل. بسم الله الرحمن الرحيم. سموا الله دايما وصلوا على النبي وانتوا بتعملوا اي حاجه. دلوقتي بقى هغطيها وهسيبها، بس قبل ما اغطيها اقلبها. خلي كده ايه الميه والتوابل وكله يكون مغطيها. عندك طماطم حطي، انا عشان لسه انا مش عايزه لسه احط الطماطم، فايه لو هتصبروا زي كده حطوها بعدها ايه بشويه حلوين. يعني برضو اقول لكم انا هحطها امتى وانتوا تشوفوا هتعملوا زيي ولا هتعملوا زي ما انتوا بتحبوا. دلوقتي بقى اغطيها واسيبها. دلوقتي الكوارع بتاعتنا استوت. بصوا الحلاوه بصوا الطعام اللهم بارك. تعرفي منين اللي هي استوت؟ بتجيبي سكينه وتشوفيها، وبجد حكايه حكايه حكايه. هنقدمها بقى وهرجع لكم تاني. دلوقتي بعد ما قدمناها حلوين بجد تحفه قوي اللهم بارك. لو وصلتوا معايا لنهايه الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كان معاكم توته من مطبخ حلو حادق. باي باي.